احسب تردد موجة الضوء الأخضر في الفراغ إذا علمت أن طولها الموجي 6 من 10 مايكرومتر. عاوزين نحول بقى الميكرومتر ده لمتر. المتر فيه مليون مايكرومتر، يعني المتر بيساوي 10 أس 6 مايكرومتر. يعني الميكرومتر 10 أس ناقص أو سالب 6 متر. يبقى الطول الموجي اللام عاوزين نحوله بالمتر بقى بيساوي ايه؟ 6 من 10. عاوزين نحوله للمتر، يبقى نقسم على مليون، يعني نقسم على 10 أس 6. يعني نضرب بقى في 10 أس كام؟ أس ناقص 6. ده الطول الموجي بالمتر. التردد بيساوي طبعا عين على لام، بيساوي طبعا عين 3 في 10 أس 8، واللام 6 من 10، يعني خليها 6 بقى على 10 في 10 أس سالب 6. العشرة ديت هتطلع فوق للعشرة دي بالسالب، هتبقى 3 في 10 أس 8 على 6 في 10 أس سالب 7. يعني بيساوي 3 على 3 في الواحد، و6 على 3 فيها الاتنين. 10 أس 8 فوق، و2 في 10 أس سالب 7 بيساوي. عاوزين نمشي الاتنين دي، يبقى نضرب بسط ومقام في 10 على 10. العشرة اللي فوق دي مع الاتنين اللي تحت دي هتروح يتفضل فيها الخمسة في، والعشرة اللي تحت دي هتبقى دي 10 أس سالب كام؟ أس سالب 6. هتطلع فوق، يبقى 10 أس 8 سالب 6، يعني 10 أس 2. لا، 10 أس 14. 10 أس 8 زائد 6 دي هتطلع السالب ده هتطلع فوق بالموجب 10 أس 14. وطبعا التردد عندنا هنا 5 في 10 أس 14 بالهرتز. موجة تقطع مسافة قدرها 40 متر في زمن قدره 4 ثانية. فإذا كان طول هذه الموجة 5 متر، احسب تردد هذه الموجة. طبعا عشان نحسب التردد لازم يكون معانا طول الموجي والسرعة. السرعة مش معانا، بس نقدر نجيبها من المسافة اللي قطعتها هذه الموجة في زمن معين. هي قطعت مسافة 40 متر في 4 ثانية، يبقى أكيد سرعتها 10 متر على الثانية. يبقى سرعة الموجة بيساوي المسافة على الزمن. سرعة أي جسم متحرك المسافة على الزمن، طالما هي سرعة منتظمة. 40 على 4 بيساوي 10 متر على الثانية. من القانون بقى اللي بيقول لك إن ت بيساوي السرعة على طول الموجي، يبقى ت بيساوي 10 على لام، يعني بيساوي 2 هرتز. عاوز الزمن الدوري لهذه الموجة. عندنا قانون بيقول لنا إن زين بيساوي 1 على ت. الزمن الدوري يعني بيساوي 1 على التردد، يعني بيساوي نص ثانية. السؤال رقم 15. من الشكل المقابل احسب الزمن الدوري والطول الموجي والتردد وسعة الموجة. ادي موجة، دي علاقة بيانية ما بين الإزاحة والزمن، بس هنا الإزاحة بالسنتي، خلي بالك.
المسافة من هنا لهنا طبعا دي طول موجة كاملة، طول الموج لهذه الموجة. وكذلك المسافة بين النقطة دي للنقطة دي موجة كاملة برضه، ودي برضه المسافة من هنا لهنا دي موجة كاملة. فالزمن الدوري هو زمن موجة كاملة، يعني المسافة من هنا لهنا، ف2/10 ثانية. الطول الموجي برضو المسافة ما بين قمتين 2 متر. التردد 1/زين، يعني 1 على الزمن الدوري، 1/2/10، يعني 2/10، يعني بيساوي مقام المقام بسط، يعني 10/2 بيساوي 5 هرتز. سعة الموجة طبعا 1 سنتي، يعني 1/100 من المتر. السؤال رقم 16 أو المسألة رقم 16، من الشكل المقابل ما عدد الموجات في الشكل. الموجة دي لما نيجي نكملها هتبقى بالشكل ده. فمن الواضح دي كده موجة كاملة، فمن الواضح إنها 3/4 موجة، يعني المسافة دي بس من هنا لهنا دي 3/4 احسب سرعة انتشار الموجة. عشان نحسب سرعة انتشار الموجة لازم يكون عندنا الطول الموجي والتردد. بس احنا ممكن نجيب السرعة من هنا على المسافة التي قطعتها الموجة، المسافة التي قطعتها الموجة على الزمن. هنا المسافة التي قطعتها الموجة 10 سنتي في نص الزمن الدوري. دي نص موجة، المسافة التي قطعت فيها 10 سنتي، يعني 1/10 متر. يبقى 1/10 متر على نص الزمن الدوري، اللي هو قال لك ربع الزمن الدوري 1/10 ثانية، يبقى نص الزمن الدوري 2/10 ثانية على 2/10. 1/10 على 2/10، العلامة هتروح من العلامة، يعني هيساوي نص، يعني هيساوي 5/10 متر على الثانية. وممكن نجيب السرعة عن طريق الزمن الدوري والتردد زي ما قلت من الأول. يعني هنا الزمن الدوري زمن ربع موجة 1/10 ثانية، يبقى زمن موجة كاملة 4/10 ثانية، يبقى التردد 1/4 ثانية. في الطول الموجي اللي هو 20 من 100 متر و10 سنتي، وهنا 10 سنتي، يبقى 2/10 متر. يبقى تقدر تحسب السرعة منها بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة. السؤال رقم 18، من الشكل المقابل احسب سعة الموجة. سعة الموجة هنا طبعا المسافة ما بين قمة وقاع 18 سنتي، فبالتالي المسافة ما بين قمة وقاع على 2 هي سعة الموجة. يبقى سعة الموجة بيساوي 18 بقى، مش سنتي بقى، من 100 على 2، يعني بيساوي 9/100 متر. الطول الموجي عند المسافة ما بين قمة وقاع متتاليين 10 سنتي، يبقى الطول الموجي ضعف هذه المسافة، لأن المسافة دي عبارة عن نص موجة. يبقى 2/10 سنتي، يعني 1/10 متر، يعني 2/10 متر. التردد، عشان نجيب التردد يستحسن نجيب الزمن الدوري الأول. زين بيساوي ده، دي نص موجة وده ربع موجة، ده زمن ربع موجة اللي هو 2/100 ثانية، ده زمن ربع موجة. يبقى زمن موجة كاملة 4 في 2/100، 4
في 2/100 ثانية، يعني بيساوي 8/100 ثانية. يبقى بيساوي 1/8/100، يعني بيساوي 100/8، يعني بيساوي 12.5 هرتز. سرعة انتشار الموجة طبعا هتجيبها من القانون، بيساوي بيساوي في لام، اللي هو طول الموجة. عندك هنا التردد، وعندك الطول الموجي 2/10 متر، يبقى بيساوي 2/10 في التردد اللي هو 12.5. 2/10 في 12.5 بيساوي 2.5، يعني بيساوي 2.5 متر على الثانية. وصلنا لأسئلة تقيس مستويات التفكير العليا. اكتب المصطلح العلمي للعبارة التالية: النسبة بين طول الموجة وزمنها الدوري. طول الموجة يعني مسافة مسافة موجة كاملة، وزمنها الدوري الزمن اللازم لعمل موجة كاملة. فبالتالي مسافة على الزمن يبقى سرعة انتشار هذه الموجة. موجة مر منها 25 قاع على نقطة ما خلال زمن قدره 10 ثانية، فإذا علمت أن المسافة بين القاع الأول والقاع الخامس 200 سنتي، احسب. 25 قاع مروا على نقطة ما خلال زمن قدره 10 ثانية. 25 قاع دول فيهم كم موجة كاملة؟ ما أنا لو حسبت عدد الموجات الكاملة في هذا الزمن يبقى حسبت التردد، يبقى هقسم عدد الموجات الكاملة على هذا الزمن. 25 قاع يعني 24 موجة كاملة، يبقى التردد بيساوي 24 موجة عدد الموجات خلال فترة زمنية ما، يبقى 24/10 بيساوي 2.4 هرتز. الطول الموجي المسافة بين قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليين، أو المسافة المقطوعة على عدد الموجات في هذه المسافة. أنا عندي القاع الأول، القاع الأول 2 3 4 5. كم موجة في ما بين القاع الأول والقاع الخامس؟ أدي 1 2 3 4، عندي 4 موجات كاملة. المسافة التي قطعتهم هذه الموجة أو 200 سنتي على عدد الموجات الكاملة في هذه المسافة، يبقى 200. يبقى طول الموجي 200 سنتي يعني 2 متر على الأربعة، يعني هيساوي 5/10 متر. ده الطول الموجي اللي هو لام. سرعة الموجة طبعا هنضرب الطول الموجي في التردد اللي احنا طلعناه، هيطلع لك سرعة الموجة. السؤال 22: جسم مهتز يحدث اهتزازة كاملة كل 4/10 ثانية، يعني ده الزمن الدوري، فيصل الصوت الصادر عنه إلى شخص يقف على بعد 100 متر من الجسم بعد ثانيتين. احسب المسافة بين التضاغط الأول والتضاغط الثالث لهذه الموجة. يعني هو عاوز يحسب الطول الموجي، لأن المسافة بين التضاغط الأول والتضاغط الثالث ضعف الطول الموجي، يعني قد الطول الموجي مرتين. عشان نحسب الطول الموجي لازم يكون عندنا السرعة والتردد.
التردد نقدر نجيبه من الزمن الدوري، واحد على الزمن الدوري. طب السرعة، السرعة نقدر نجيبها من سرعة انتشار الموجة. هي قطعت مسافة 100 متر في ثانيتين، فبالتالي نقدر نجيب السرعة من هذا المعطى. يبقى زين الزمن الدوري بيساوي 4 من 10 ثانية. يبقى إذا ت بيساوي 1 على زين، يعني بيساوي 1 على 4 على 10، يعني بيساوي 10 على 4، يعني بيساوي 2.5 هرتز. كده جبنا تردد. عاوزين نجيب السرعة. طبعا المسافة اللي قطعتها الموجة على الزمن الذي قطعت فيه هذه المسافة. عين بيساوي ف على نون اللي هو الزمن، يعني بيساوي 100 على 2، يعني بيساوي 50 متر على الثانية. عندك لام بقى اللي هو الطول الموجي بيساوي عين على يعني بيساوي 50 على 2 يعني بيساوي 20 متر. المسافة بقى بين التضاغط الأول والتضاغط الثالث والتضاغط الثالث بتساوي 2 في الطول الموجي، يعني بيساوي 2 لام، يعني بيساوي 2 في 20، يعني بيساوي 40 متر. موجتان من نوع واحد تنتشران في وسط مادي واحد. طبعا من نوع واحد يعني سرعتهم واحدة، ووسط مادي واحد برضو سرعتهم واحدة. يعني طالما هم نوع واحد سرعتهم واحدة، وماشيين في وسط مادي واحد يعني سرعتهم برضو واحدة. فإذا كان ترددهما على الترتيب 512 و256 هرتز، احسب النسبة بين طولهما الموجي. احنا قلنا سرعتهم واحدة، يعني سرعة الموجة الأولى عين واحد تساوي سرعة الموجة التانية عين 2. يعني واحد التردد بتاع الموجة الأولى، لام واحد طول الموجة بتاع الموجة الأولى بيساوي 2 لام 2 بتاع الموجة التانية. احسب النسبة بين طولهما الموجي. يبقى واحد على 2 بيساوي لام 2 على لام واحد، لأن طبعا التردد بيتناسب تناسب عكسي مع الطول الموجي. يبقى واحد، إذا واحد على 2 بيساوي لام 2 على لام واحد. واحد على على 2 512 على 256، 512 على 256، يعني بيساوي 2. يبقى إذا لام 2 على لام واحد بيساوي 2، أو يعني إذا لام 2
إلى لام واحد بيساوي 2/1، أو لام واحد إلى لام 2 بيساوي 1/2. السؤال اللي بعد كده، إذا كانت سرعة موجات الضوء 3 في 10 أس 8 متر على الثانية، وسرعة موجات الصوت في الهواء 333 متر على الثانية، احسب مقدار الفترة الزمنية بين رؤية البرق وسماع الرعد إذا كانت الظاهرة تحدث على ارتفاع 1.5 كيلومتر. يعني أنت بينك وبين السحاب مثلا 1.5 كيلومتر، الصوت هيوصل لك بعد قد إيه من لحظة حدوثه، والضوء هيوصل لك بعد إيه، بعد قد إيه من لحظة حدوثه. يعني هنقول احنا عندنا طبعا السرعة بيساوي، أو خليها المسافة بتساوي السرعة في الزمن. يبقى الزمن بيساوي المسافة على السرعة، إذا الزمن بيساوي المسافة على السرعة. عاوزين نحسب بقى زمن رؤية الضوء من أول ما يطلع بنشوفه بعد قد إيه. يبقى المسافة التي بيقطعها على سرعة الضوء، يبقى زمن رؤية البرق بقى أو ضوء البرق بيساوي المسافة 1.5 كيلومتر، يعني 1500 متر، احنا بنشتغل بالمتر، 1500 متر على السرعة بتاعته، على 3 في 10 أس 8، يعني بيساوي 1500 على 3 فيها 500 على 10 أس 8. أنا بمشي معاك في الحسابات الرياضية بهدوء عشان خاطر أفهمك دي جت منين. 500 دي نقدر نقول عليها 5 في 100، يعني 5 في 10 أس 2، ونطلع 10 أس 8 دول ب10 أس ناقص 8 فوق، 10 أس سالب 8 بيساوي طبعا 10 أس 2 في 10 أس سالب 8، يعني 10 أس سالب 6، يعني 5 في 10 أس سالب 6 ثانية. ده زمن قليل أوي طبعا. زمن بقى سماع الرعد بيساوي برضو المسافة هي 1500 متر على السرعة اللي هي 333، يعني بيساوي 4.5 ثانية. يعني مقدار الفرق بين الفترة الزمنية بين سماع الرعد ورؤية البرق. رؤية البرق بتحصل بسرعة تقريبا زمن قليل جدا، تقريبا بيساوي الصفر بالنسبة للزمن ده. يعني الفرق بين الزمنين بيساوي 4.5 ثانية ناقص 5 في 10 أس سالب 6. ده بيساوي صفر بالنسبة لده. الفترة الزمنية طبعا بتاعة رؤية البرق بتحدث بسرعة جدا في فترة زمنية قليلة جدا، فبالتالي ده تقريبا، مش يعني تقريبا كده، علامة يساوي العلامة التقريبية ديت، يعني 4.5 ثانية. وبكده نكون خلصنا حل تمرين كتاب الامتحان على درس الحركة الموجية.
وكده خلصنا وحدة واحد، طبعا الوحدة الأولى في منهج العلوم الحركة الدورية. مش عاوز أوصيكم على اللايك والاشتراك في القناة، ومشاركة الفيديو مع زمايلكم، وتفعيل جرس الإشعارات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.